اول حاجه بقى معانا هنعمل ايه؟ طبعا احنا خلاص عرفنا هنختار السمكايه اللي هي الخياشيم بتاعتها حمرا من جوه، ماشي، وعينيها شفافه كده بتلمع زي ما انتم شايفين كده، شايفين منظر السمكايه. واهم حاجه في الموضوع كله ان السمكايه تبقى سمينه يا جماعه، يعني كل ما السمكايه تبقى حجمها كبير وسمينه كل ما هتديكوا فسيخيه، يعني مش قادره اقول لكم حلاوتها وطعمتها، يعني مش قادره اقول لكم بتبقى تحفه ازاي. هنبدا ان احنا مرحله التطريه زي ما انتم شايفين كده، هنضغط على الديل، ماشي، مش هنضغط على المنطقه بتاعه البطن خالص، ماشي، عشان المراره ما تنفجرش وتبقى مره معاكم، وعشان كمان السمكيه الفسيخيه ما تبص منكم، عشان ناس كتير كانت في الكومنتات بتقول لي عملنا الفسيخ وكان مر جدا. ما هو ده بسبب ان هم ضغطوا على البطن فالمراره اتفرقعت فخلت اللحم وخلت الفسيخيه كلها مره. ومرحله التطريه دي يعني كاننا ايه، بنطري اللحم وبنفصل اللحم عن العظمه اللي هي بتاعه السلسله الوسطانيه، شايفين كده كل المنطقه دي كده نضغط كويس كويس جدا من غير ما نضغط على البطن، ماشي اهو اهو. المرحله دي مهمه جدا عشان هي ايه اللي هتخلي الفسيخيه عندي طريه جدا، ماشي. انتوا تحسوا ان احنا عندنا حرب بس العيال بيلعبوا يعني، فيعني عادي اعتبروا نفسكم مش سامعين اي حاجه. شايفين؟ نبدا ان احنا نضغط عليها من هنا كده وايه ونطري برضو الظهر هنا كده. هخلص التطريه دي كلها وايه واجيلكم بعد ما عملنا كل السمك اللي معانا وطريناه كله. هنكون محضرين الخلطه بتاعتنا اللي هي اساس الفسيخ كله، ملح خشن شطه وايه وكركم، ماشي. والمقادير كلها هتلاقوها في الفيديو، يعني انا كاتبه كل التفاصيل هنا كده اهو. قلبتهم كلهم على بعض وهنبدا على طول ان احنا ايه نعمل الفسيخ بتاعنا، نعمل السمك بتاعنا عشان نعمله فسيخ. هنجيب السمكيه بتاعتنا، شايفين؟ عايزه اقول لكم شايفين بقت طريه ازاي، بقت يعني ايه لوبيا. هنبدا نعمل ايه دلوقتي؟ نمسك السمكيه كده ونفتح اللي هي الجزء بتاع الخياشيم بتاعتها، ونجيب كده معانا الملح بالشطه بالكركم ونحشي. مش هنعمل اكتر من كده اهو. بصوا كل جنب كده ايه، عايزه اقول لكم هنحشيه لغايه ما نكبسه كده ويطلع من بره كمان اهو. نفتح الخياشيم الناحيه التانيه، التجويف التاني بتاع الخياشيم. ويا جماعه احنا ما بنشيلش الخياشيم وما بنشيلش القشر بتاع السمكايه بتاع الفسيخايه من بره، وما بنفتحش البطن وننضف البطن ونطلع البطن، عشان انا شفت العجب اقسم بالله في الفيديو بتاع الفسيخ ده. تمام اهو. نفتح الخياشيم، طبعا احنا غاسلين قبل طبعا يعني ما نعمل الفسيخ ده، لازم طبعا نكون غاسلين اولا السمك يكون طازه وفريش زي ما قلت لكم في الاول، نكون غاسلين الخياشيم كويس جدا 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 تحت ميه جاريه وايه يعني غسله محترمه، وننزل اي حاجه جوه في الخياشيم دي ونسيبه ونقلبه يتصفى في حاجه طويله عميقه ليله كامله في التلاجة طبعا وايه وبس. ونطلعه بقى نعمل مرحله التطريه اللي انا قلت لكم عليها دي. وطبعا هنحط مناديل في الخياشيم من هنا، نفتح الخياشيم هنا ونحط مناديل عشان تمص اي دم زايد في الخياشيم وبس. ونشيل مناديل مطبخ، ماشي، مش مناديل اللي هي المناديل العاديه بتاعه الوش، لا، مناديل مطبخ عشان تسحب اي دم زايد، وعشان كمان ما تلزقش في الخياشيم لما نيجي نشيلها. تمام. اكبسوا كده كويس وبس. انا كده خلصت الفسيخايه، يعني كده احنا خلصنا. هكمل بقى باقي الفسيخ كله وايه واقول لكم هنعمل ايه بعد ما عملنا السمك كله. هنبدا بقى المرحله اللي هي ان احنا فردنا على الرخامه بلاستيك راب كذا مره، كذا كذا واحده جنب بعض عشان ياخد السمك كله. وهنبدا ناخد السمك بتاعنا هنا. انا ايه بحب بس كده ادهن، اعمل شويه كده على السمكيه بس عشان ايه تبقى واخده لون. هي كده كده كله هياخد من بعضه ما تقلقوش يعني، ماشي. واهو نعمل ايه
راس في ديل، يعني راس دي ناحية الديل بتاع التانية، وهكذا اهو. وبصوا يا جماعة، في ناس بتحب تعمله كل سمكية، كل فسيخاية لوحدها، بتلفها لوحدها في كيس او في بلاستيك راب يعني، وتفسخ كل واحدة لوحدها. ده مش صح، ماشي؟ عشان ايه؟ عشان طول ما هو مع بعضه، اولا هينزل السوائل بتاعته مع بعض على بعض، وايه، وهيبقى احسن، يعني هيستوي احسن، وهيبقى اطعم كتير واطرى كمان، ماشي اهو. ونرجع نعمل كده تاني. عايزه اقول لكم هنكمره بقى، يعني ايه هنكمره؟ هنفضل نلف فيه لغايه ما ايه، نتويه، يعني عارفين. وهي دي احسن حاجه عشان يفضل محافظ على على السوا بتاعه، يستوي كويس وما يدخلوش اي بقى هوا ولا اي رطوبه، عشان احنا ايه، مش عايزينه يتعرض لاي هوا. تمام؟ هي دي اهم مرحله في الفسيخ. شايفين الوحش دي الوحش، يعني عايزه اقول لكم دول باينين صغيرين، عشان دي لوحدها اصلا دي في قوس 700 جرام تقريبا، فهي يعتبر وحدها كيلو. انا بقول نشتغل في الفسيخ يا جماعه، يعني محدش بيشجعني ليه؟ نشتغل بقى ونعمل فسيخ بقى ونكبر المجال. شايفين هنا برضو شويه الملح دول، بصوا مش هناخدهم كلهم، نحط ايه شويه كده صغيرين وخلاص. وانا هنا هتلاقوا هنا مزوده ملح عن اللي في الفيديو، عشان طبعا دي كميه اكبر وحجم السمك اكبر، فكل حاجه وليها الميزان، ليها الحاجات المقادير بتاعتها. تمام؟ هنبدا بقى نلف 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 200,000 مره. هنخلص لف وهجيلكم بعد ما لفيناه لفه حلوه كده بالبلاستيك راب، كده بالعرض، هنلفه بقى بالطول. وبصوا بقى ايه، كل بقى ايه ما نلفه اكتر كل طبعا هيبقى احسن. وشدوا وانتوا بتلفوا يا جماعه، وحوار البلاستيك راب ده احسن اختراع في الحياه، ماشي؟ بيحافظ لكم عليه وبيبقى ايه، تحفه اهو. وبعد طبعا البلاستيك راب ده هنيجي بقى لمرحله الاكياس، 15-16 كيس كده، وبعدين نحطه بقى في مكان دافي في المطبخ، عشان في ناس كتير كانت بتسألني احنا نحطه فين. المفروض في التلاجة بعد ما نملحه كده. هقول لكم ايه، لا مش هنحطه ايه في التلاجة، هنحطه في المطبخ عادي بره التلاجة. هنا كده خلاص اهو، الامانة بتاعتنا كده يعني سليمة وزي الفل. انا بنحطه في المطبخ، بس طبعا مش جنب البوتاجاز، احنا بنحطه في المطبخ عشان المطبخ يبقى دافي بس، ومكان ضلمه، يعني مكان بيبقى ضلمه. وما بنحطوش جنب البوتاجاز خالص، احنا مش بنسويه، يعني مش عايزين حراره شديده عليه. في الشتاء اللي احنا فيه ده هياخد الحجم ده، الحجم اللي انا عاملاه النهارده ده، والحجم بتاع الفيديو هياخد من 18 ل 20 يوم. الناس بقى اللي تقولك 10 ايام وتاكلي منه، والناس بتوع السردين برضو اللي قعدوا يقولوا لي السردين ده هو انا بعمله النهارده باكله تاني يوم. جماعه انتوا ازاي بتاكلوه تاني يوم؟ يعني اقنعوني بس، ازاي هناكل السردين تاني يوم؟ السردين اقل حاجه في الجو البرد اللي احنا فيه ده، اقل حاجه اسبوعين عشان يبقى طري وزبده كده، ما يبقاش اولا زفر، وما يبقاش منزل ميه يعني 10 كيلو ميه، وكمان ما يبقاش اللحم بتاعه لسه ني، انتوا كانكم بتاكلوا حاجه نيه، ما خلاص ما اتعملتش، ما اتملحتش كويس. الفسيخ نفس الكلام، الفسيخ بقى بالحجم الكبير ده هياخد له تقريبا 3 اسابيع. وكل يوم هنبدا ان احنا نقلبه، يعني كل يوم نبدا، يعني مثلا لو هو كان كده النهارده، بكره تاني يوم هنبدا نقلبه الناحيه التانية، نبدا نوقفه كده شويه، نقوم تاني يوم بعدها بيوم نقلبه كده، عشان نخلي الميه اللي بتنزل مملحه الفسيخ كله، وكله واخد من سوا بعضه. حاجه كمان، احنا بنستخدم ملح خشن ليه، مش ملح ناعم. الملح الخشن بيخليه
اولا السمكية بتمتص من الملح الخشن الملح اللي هي عايزاه، اللي هي بتكتفي بيه يعني، والباقي ما بتمصوش، بيفضل الملح الخشن قطع زي ما هو. فبالتالي السمكية ما بتحدقش منكم، وبتبقى محافظة على القوام بتاعها. وكمان بتلاقوها بقى ايه، دلعة بقى. الناس اللي ما بتحبش الفسيخ الحادق قوي ده، عايزه اقول لكم هتلاقوها زبدة. الملح بقى العادي اللي هو الملح بتاع الطبيخ العادي ده اللي بنستخدمه، عايزه اقول لكم لو حطيتوه على الفسيخيه، عايزه اقول لكم يعني الفسيخه هتشرب كل كميه الملح، وهتنزل كميه ميه رهيبه، وهتلاقوها حادقه، يعني مش هتلاقوها فسيخه طريه كده وزبده ودلعه كده، لا ماشي يعني. وكل التفاصيل دي طبعا يعني ايه، انا واخداها من ماما يعني. هنا بقى بعد ما فتحت على الفسيخ، عايزه اقول لكم ان هو بيبقى بينزل شويه ميه، ما تقلقوش خالص. هنا شايفين المنظر، طلعتهم كلهم وفرشت بقى مفرش سفرة، وبدأت ان انا انضفه. بقطع الراس الاول، وساعات بقطع الديل كمان، ما بقشرش القشر من بره ولا اي حاجه، وهتعرفوا ليه. وبفتحه، وزي ما انتوا شايفين الجمال واللون التحفه بتاعه. بنضف البطن ازاي؟ بمنديل زي ما انتوا شايفين، بنضفها كويس واشيل كل الاسود اللي فيها. وطبعا السلسله دي ما بتترماش، بتتمصمص. وتعالوا بقى اوريكم الباقي. انا عايزه اوريكم القمر يعني الايه، الطراوه والحلاوه واللون، يعني زبده. بصوا انا لسه هجيب معلقه دلوقتي كده واطلع لكم كده اوريكم منظره عامل ازاي. ودي كلها سمونيه يعني، دهن كده، عارفين، طري. عشان كده انا بقول لكم اختاروا السمكيه تبقى كبيره وسمينه، عشان تلاقوها كده اللحم بتاعها طري ودايب. اظن واضح من اللون هو عامل ازاي. استنوا بقى هثبت الموبايل واجيلكم. انا عايزه اوريكم الجمال والطعامه والحلاوه. تعالوا بقى، تعالوا كده نغوص مع بعض. شايفين شايفين الزبده فظيعه. شايفين الجمال. الفسيخ ده كده عايز لقمه كده، عايز عصره ليمونه، وعايز ايه كمان بقى، بصلايه خضراء. يعني بصوا ده الميكس الرهيب اللي هو يعني احلى حاجه في الحياه ممكن تجربوها. شايفين الجمال، شايفين لونه تحفه ازاي. استنوا اوريكم الباقي. بالمعلقه كده بيطلع في ثواني. شايفين فصوص. شايفين السمنه. عايزه اقول لكم انا مش قادره اقاوم كل حاجه اهو. زبده. يعني عايزه اقول لكم فسيخايه زي دي لو هتشتروها من بره، الفسيخايه دي حوالي 750 جرام تقريبا يعني، او 600 وشويه. شايفين المنظر؟ لا خلاص انا مش قادره، انا بنهار دلوقتي. شايفين المنظر، شايفين اللحم لونه ايه. هتعدي 300 جنيه دلوقتي، كيلو الفسيخ معدي 300 جنيه. الفسيخ ماشي. وشايفين يا جماعه اهو، ولا غير لون ولا حدق، وعادب وتحفه. وكمان يبقى سمين، يبقى كبير، حجمه كبير. استنوا بقى عايزه اوريكم حاجه كمان. الناس اللي بتقولي احنا بنقشره الاول قبل ما نفسخه، لا طبعا ما بنقشروش، القشر فيه زي ما هو. وانا لما باجي افتحه انا ما بشيلش القشر ولا الكلام ده. اصلا انا هشيل القشر ليه؟ هو زي ما انتم شايفين كده انا خلاص يعتبر خليت الفسيخيه اهو. وكمان هشد كمان الحته الجزء بتاع الديل ده، هخلي كل الفسيخيه هتبقى جلده. هوريكم دلوقتي هتبقى جلده ازاي، ومن غير ما بقرب من بره. فانا ليه هبهدل الدنيا واشيل قشر واعمل كل الكلام ده؟ والبطن اكيد انتوا شفتوا في الستوريز اللي فاتت، انا بفتح البطن وبشيل البطن بمنديل وبنضفها. عشان الناس برضو اللي بتقولي طب هو راحت فين البطن، او احنا بنشيل البطن بتاعته قبل ما نفسخه. لا يا جماعه مفيش الكلام ده.
كله زي ما هو، السمكية كاملة زي ما هي، شايفين؟ يعني يلا بقى، يلا انا هسيبكم بقى عشان انا راح احتفل. وكل اللي جربوه بعتولي الصور بتاعته، مش قادره اقول لكم منبهرين بيه ازاي. انا هنزل لكم دلوقتي كل الناس اللي بعتت لي الصور بتاعته وجربته. وعايزه اقول لكم، عايزه اقول لكم على حاجه كمان بقى. عارفين حته السمونيه اللي بتبقى في الفسيخ دي بتبقى بقى ايه احلى حته بالنسبه لي. يعني احنا بنتخانق عليها كلنا، ماشي؟ بتوع يعر بقى وكده والحاجات دي ما تجوش هنا، ما تتفرجوش على الستوريز الفتره دي عشان هتبقى كلها فسيخ كده بقى. وايه انتوا شايفين ايديا من كتر ما هو سمنه زبده كده. نعصر ليمونه وايه وقطمه بصلايه، يعني دي اللي هي ايه بيرفكت بايت، يعني دي اطعم لقمه في الحياه. انا سعيده بالنجاح الساحق اللي الفسيخ يعني حققه بجد. انا ما كنتش متخيله ان هو انتوا هتحبوه للدرجه دي. والفيديو يعني خلاص عمل ملايين الملايين يعني. وكمان كميه التطبيقات اللي جات لي رهيبه. فيعني بجد لا، ده انا انزل لكم حاجات من دي بقى حلوه كده على طول. شايفين؟ خلاص يا جماعه، خلاص مفيش حته او فتفوته. شايفين حته السمنه اللي هنا دي كده طبعا مش هتترمى، يعني احنا هنسيب الفسيخية دي جلدة بس. هوريكم الجلدة دلوقتي هتبقى عاملة ازاي. بس ايه رأيكم بقى في فسيخ ام كرمة؟ ايه رأيكم؟ خلاص احنا هنسميه فسيخ ام كرمة، يعني اشمعنى انا؟ خلاص يا جت عليا فسيخ ام كرمة. يلا جربوا فسيخ ام كرمة يا جماعة وابعتولي على طول قولوا لي عمل معاكم ايه. عايزه اوريكم الفسيخيه بيبقى منظرها ازاي يا جماعه. جلده مش مستاهله خالص تنضفوا القشر، يعني هي زي ما هي بتبقى لازقه في الطبق بالمعلقه بيطلع كل الحاجات، بتطلع جلده كده، بتترمى جلده كده، مفيهاش اي حاجه. وكل ده انا مطلعاه بالمعلقه، يعني مفيهاش اسهل، مفيش اسهل من كده. كل الموضوع بسيط جدا، الموضوع قصدي بسيط جدا، بس مفيهاش فتفوته، مفيش فتفوته، جلده بس. هنا بقى قلت اسيبكم شويه مع الفوتو سيشن اللي احنا عملناها للفسيخ. وعايزه اقول لكم مفيش احلى من البطاطس محمره جنب الفسيخ، تحفه مع بصل اخضر. انا بعمل كمان جنبه سلطه بطاطس بالرنجه بالمايونيز. عايزه اقول لكم دي تحفه، اللي ما بياكلش رنجه هياكلها بعد السلطه دي. بجد مفيش حد جربها الا وانبهر بيها. تعالوا كمان اوريكم منظر الفسيخ من قريب. عايزه اقول لكم يعني ايه، صاحبتي انبهرت اصلا ودايب، مش قادره اقول لكم خطير ازاي. لازم كلكم تجربوه، ده لو لسه ما كنتوش جربتوه. اكتبوا لي بقى تحبوا ننزل الفيديو الجاي ايه، ويبقى مثلا سردين، سلطه البطاطس بالرنجه بالمايونيز، تحفه خطيره دي، لازم تجربوها. اخر حاجه بقى عايزه اقولها لكم قبل ما نخلص الستوريز كده ونخلص النهارده، يا جماعه ما تتفرجوش في صمت. انتوا بتتفرجوا يعني من غير لا لايك ولا كومنت ولا اي حاجه، بتدخلوا بس تسالوني خاص، كأن مثلا الكومنت اللي انتوا هتكتبوه مثلا عيب او ما ينفعش حد يشوفه. يعني يا جماعه مش كده، ما تجيبوليش احباط والنبي، يعني حاجات بسيطه كده بتشجعني وتحمس الواحد انه ينزل اكتر.